ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ متابعين بسمة الحلوين. قلت ما اعمل معاكم حمص الشام كده. انا جايبه ربع كيلو حمص وهحطه في حله كده. هضيفه ليله كامله كده في الميه اهو بيكون شكله كده. هنسيبوه كده لعند بكره ان شاء الله. دي وحشه نشيلها ونغطوه كده الحله ونسلقه الصبح هنشوف هنعملوه ازاي. ازيكم يا حبايب قلبي. طبعا انا بليت معاكم الترمس ده بيكون شكله بعد ما اتبل اهو. شطفته وحطيت عليه ميه تاني نضيفه وهنسيبه يغلي شويه كده وينسلق. محتاجين معانا طماطمتين 3 كده ضربناهم في الخلاط ضرب كويس، ومعانا 5 فصوص توم كده صغيرين، يعني ممكن 3 بس كبار اهو. ومحتاجين مرقه دجاج وشطه وبابريكا طبعا والملح. انا مش هحط الشطه كلها عليه. ليه؟ عشان عندي اطفال، في بيحب الحراق وفي لا. فانا هعمل ايه؟ هحط جزء صغير من الشطه والباقي هسيبه لما عاوز حد ياخد. وانا بصب له حمص الشام بتاعي هحط له عليه سنه شطه زي ما هو عايز. محتاجين ليمون. دي بتكون وصفه حمص الشام بتاعنا زي بتاع المحلات بالظبط. طريقه سهله وبسيطه تعمليه لاولادك في البيت من غير ما تشتريه، مش محتاجه انك انت تشتريه خالص. فده بيكون شكل الترمس اهو. الحمص سايبينه يغلي بقى. اول ما يغلي شويه كده هننزل عليه الطماطم اللي احنا ضربناها والثوم بتاعنا ونشوف هنعمل ايه تاني. ده شكله اهو قبل ما يغلي. اول ما يبدا عشان يغلي اهو. بصوا طلع ريمه كده بيضه. بنبدا بقى نقشوط الريم دي كده ونشيلها. بصوا اهو. بنشيل كل الريمه كده بمعلقه. يا ريت لو اول مره تشوفوني تدعموني كده بلايك وتشتركوا في القناه. ما تنسوش تعملوا لنا متابعه للقناه. وتعملوا لاولادكم هيحبوه كتير والله. يعني الطريقه مش صعبه ومش مكلفه. الربع كيلو ب12 جنيه او 15 جنيه، يعني مش فلوس. انت تروح تشتري اقل كوبايه ب10 جنيه و15 جنيه. هتقدري تعملي لولادك كذا كوبايه في البيت من غير ما تصرفي كتير. اللي هياكل من الكبير قبل الصغير. نبدأ كده نقشر كل اللي على الوش. بدأ يغلي هنا اهو. هننزل كده بعصير طماطمتين اهو اللي انا قلتلكوا عليهم فرمتهم. مش عايزين تكتروا الطماطم، يعني حرية شخصية ترجع لكم حسب ما انتوا عايزين. وده 3 4 فصوص توم فرمتهم كويس، قطعتهم كده بالسكينة حتت صغيرة. هننزل بيها برضو. هات ليمونة وانت يا محمد. ليمونة اهو. محتاجين بقى مرقة دجاج. المرقة الدجاج اللي عندي بجيبها سايبة، ما بجيبهاش مكعبات. محتاجين معلقة كبيرة كده مرقة دجاج.
هنسيبه بقى يغلي شوية لأن عندي ما يستوي كده، وقبل ما ندفع عليه هننزل عليه بعصرة ليمونة أو ليمونتين حسب ما انتوا بتحبوا. نشوف الملح كده، لسه عايز منه شوية ملح. بصوا كده، وربع معلقة ملح كده. مش قادرة أقول لكم طعمه وحلاوته وجماله بيكون عامل ازاي. هنسيبه كده لعند ما يستوي. وصفة سهلة وسريعة تقدري تعمليها لأولادك في البيت بكل سهولة، مش هياخد منكم وقت خالص. انتوا شايفين عمال يغلي ازاي. بصوا، طبعا انتوا بتكونوا بالينه قبلها بيوم ماشي عشان خاطر الحمص بتاعي ما ياخدش منه وقت في السوا، زي ما بنعمل في الترمس العيد كده. نسيبه يغلي مع نفسه كده لحد ما يجي يستوي وننزل عليه قبل الليمون عليه. بصوا بيكون شكله لو حطيت له النار هنستوي براحته. هو خلاص انا اكلت واحده لقيته خلاص يعني استوى، بس هنسيبه برده شويه. هننزل كده عليه بالليمون بس نعصرها كويس، ناخد كل الماء اللي فيها منسيبش فيها حاجه. طبعا قبل ما نشتغل في اي حاجه بنكون غاسلين ايدينا كويس. كده دي شطه ناشفه، هنزل بس سنه بسيطه كده تدي لسعة خفيفة بس كده عشان الأولاد يقدروا ياكلوا. الريحة بعد ما عصرنا الليمون مش قادرة أقول لكم، ريحته مالية المكان جميلة وتحفة بأمانة يعني بألف هنا. يا ريت اللي يشوف الفيديو يقوم يجربه على طول، والله هيعجبكم كتير أوي. مش قادرة أقول لكم على طعم الحلاوة. تقدروا تعبوه في كوبايات كده لأولادكم، وتقدروا تعبوه في كاسات زي ما انتوا عايزين. هاخد تاني نص معلقة كده من مرقة الدجاج. أنا عايزة أحط قرنفل عشان الترمس طبعا بتاعي أنا بكون عاملاه من غير حط في البتاع جزة. اقفل بقى. مش قادرة والله العظيم اقول لكم طعمه وجماله وحلاوته عامل ازاي. بصوا بصوا الحباية بتاعتي بس انا برضه هسيبها شوية. بصوا الحمص بتاعي استوى خلاص اهو، جاهز للأكل اهو. عايزين تاكلوه سخن بقى براحتكم، عايزين تاكلوه بارد حاجة ترجع لكم. انا من الناس اللي بحب اكله ساخن كده بيكون طعمه احسن. بصوا كده بنبدأ ايه، ناخد شوية حمص كده نحطهم. بصوا شكله وجماله وحلاوته. يلا بقى نحط شوية ايه الشوربة بتاعته كده. بصوا الشكل والجمال، والله العظيم ما قادرة اقول لكم على شكله وريحته وطعمه تحفة. كل واحد بدل على جنب. بصوا العيد مش سابين لما يبرد اهو. بصوا واحدة كده ميكس الشوربة بتاعته. بصوا شكله وجماله، شايفين الجمال والحلاوة. كده بصوا يا ريت تدعمونا باللايك، ما تبخلوش علينا بلايك وكومنت حلو زيكم. يعني انا بتعب عشان اصور لكم الوصفات دي والله العظيم، يعني ما تزعلونيش منكم كتير. بصوا تقدروا بقى رايحين مكان تقدروا تعملوه تاخدوه معاكم، تروحوا النادي تروحوا حته تاخدوه. جميل جميل، مش قادره اقول لكم على جماله وحلاوته والله العظيم، حاجه بجد تفتح النفس يعني. بصوا ويعمل لكم كتير اللهم بارك يعني. احنا كده فصلنا عليه. تعالوا كده ما نشوف الكوبايات اللي احنا صبيناها دي شكلها وجمالها، جمال والحلاوه. ايه رايكم؟ حاجه بامانه قسما بالله حرفيا تفتح النفس يعني، وبجد يعني تدعموني كتير على الحاجه الحلوه دي. بصوا هتعمليه من النهارده في البيت مش هتشتريه تاني. تخليكي مع الشيف بسمة قسما بالله لا تكوني اجمل شيف في بيتك
اهو بجد يعني انا نستاهل الدعم والله العظيم منكم كتير يعني. بصوا وصفة سهلة وسريعة، يا ريت لو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في الكومنت محتاجين ايه وانا هعمله لكم. بصوا الجمال والحلاوة، بص كده، بصوا الجمال والحلاوة بتاعت الحمص. بصوا، بصوا اللهم بارك. تقدروا تعبوه في اكياس لاولادكم زي ما بيشتروه من الشارع، تقدروا تحطوه في كوبايات اللي هي الورق اللي بتيجي دي زي ما تحبوا اهو. حاجة كده اللهم بارك اهو. بصوا، بصوا شايفين شكله في الكوبايات من تحت، والله الكاميرا ظلموه يعني. بصوا مفيش إضاءة أصلا اه. يا ريت تدعمونا بقى باللايك والكومنت واشتركوا في القناة وشيروا القناة كده عشان تكبر بيكم والكل يستفاد زي ما انتوا بتستفادوا. السلام عليكم.